السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض كيكة برتقال بس طريقتها مختلفة شوية. يمكن تستغربوها في الأول بس لما تجربوها مش هتعملوها إلا بالطريقة دي. كان بقالي فترة نفسي أصورها لكم بس قررت لما جيت أعملها المرة ديت إني أصورها. بجد من أحلى وأخف الكيكات اللي هتجربوها وأنا متأكدة إن شاء الله إنها تعجبكم قوي. يلا بينا نشوف الطريقة، بس قبل ما نبدأ في الوصفة لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا فيها وتعملوا لايك وشير الفيديو ده لو حبيتوه. ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة هجهز الصينية أو القالب اللي أنا هعمل فيها الكيكة. بدهنها بمسحة خفيفة قوي من الزيت، وبعدين برش على شوية الدقيق علشان لما تستوي تطلع معايا مظبوطة من غير ما تلزق ولا تتفرفت ويبقى شكلها كده حلو. وبقية الدقيق دوت هنفضه من الصينية، مش محتاجاه. ايه رأيكم في منظر كمي وايدي اللي غطسوا في الدقيق دوت؟ يلا مش مشكلة، ما هي مش أول مرة. وبعدين دلوقتي هجهز البرتقان. انا هاخد برتقانه واحده بس واقطعها قطع صغيره بالقشر بتاعها. ايوه زي ما انتوا شايفين كده بالقشر بتاعها. طب في حد ممكن يجي يقول لي طب ما القشر هيخليها تمرر؟ هقول له ابسولوتلي على راي الليمبي، دي هتطلع طعمها ولا يا ولا. بس لو فيها بذور هنشيلها. انا برتقانتي ما فيهاش اي بذور خالص. وبعدين هشيل الاجزاء التخينه بس اللي في الاطراف بتاعتها دي علشان مش حلوه، وبس كده نخليها على جنب. دلوقتي بقى هاخد برتقانه تانية تكون كبيره كده مقلوصه شويه علشان هحتاج كوبايه من عصير البرتقان. ممكن نستبدله بميه او نص برتقانه ونص ميه، بس لو حطيناها كلها برتقان هتبقى طعمها حكايه. ونسيب كمان الكوبايه على جنب. نجيب بقى الخلاط ونحط فيه 4 بيضات يكونوا طالعين من التلاجة قبلها بوقت، وهنحط عليهم رشه من الفانيليا ونضرب كويس قوي لغايه لما لونه كده يفتح شويه. وبعدين برجع بزود عليهم معلقه كبيره من الخل. الخل بقى يا جماعه بيخلي اي كيكه خفيفه وهشه هشاشه العزوم. ما يغمضليش عين غير لما احط للكيكه خل، غير انه بقى بيخليها ترتفع كده وتبقى خفيفه، كمان بيضيع اي ريحه للبيض. وهنضربه كمان وكمان لغايه لما لونه يفتحها كمان. وبعدين هنحط عليه كوبايه زيت وكوبايه ونص من السكر وكوبايه عصير البرتقال اللي احنا عصرناه على جنب. وكل ده واحنا مشغلين الخلاط. امال ايه، امال احنا هنرحمه. وبعدين نحط عليها البرتقانه. فاكرين اني احط البرتقانه كده من غير ما اقطعها؟ نو، ده تمويه. هنحط المتقطعه اللي ايه قولوا معايا، اللي مش هتكسفنا ولا هتمرر. وهوب نضرب تاني، وبرده كل ده والخلاط شغال. ما انا ما عنديش يما ارحميني. نضرب كتير كتير، كل ما نضرب تبقى لونها فاتحه من جوه وخفيفه. نضربها قليل تغمق او تفطس وتفضحنا. دلوقتي خلاص هنسيب الخلاط في حاله ونريحه شويه، ما هو غلبان برضه بيستحملنا كتير. يلا بقى نصب الخليط ونحط عليه 3 كوبايات دقيق وعليهم باكو بيكنج باودر. بس نحط شويه بشويه وندخل كويس، ندخل ونقلب ندخل ونقلب لغايه لما نخلص الكميه كلها. هنحط الخليط في القالب، بس الخليط علشان الكميه بتاعته كبيره والقالب بتاعي صغير فانا قسمته على 3 قوالب باحجام مختلفه. ده اول واحد، وده تاني واحد مستطيل بتاع الانجليش كيك، وده تالت واحد بتاع المولتن كيك. هندخلهم الفرن لغايه لما يستووا كويس. هتاخد نص ساعه مثلا او على حسب فرنكم. انا عندي اخدت اكتر من نص ساعه علشان فرني رخم شويه. دلوقتي بقى هعمل لها صوص بسيط كده زينها بيه، مع انها مش محتاجه خالص، بس علشان الشكل في التصوير يعني يمكن يعجبكم وتعملوا لي لايك ولا شير. على فكره اوعوا تفهموني صح، انا مش بشحت لايك وشير ولا حتى اشتراك، لا خالص، انا بلفت نظركم بس عشان بتعب يعني اطلع حاجه حلوه كده زيكم. حطيت في طبق كوبايه من السكر البودر وعليهم شويه من عصير البرتقال. بزود حبه كده صغيرين حبه بحبه، وبقلب لغايه لما تبقى عامله كده مرفوعه كده بالمعلقه، تبقى عامله زي السرسوب. وحطيت كمان عليهم نقطه من اللون الاورنج برضه علشان الشكل. دلوقتي خلاص استوت. نقلب الكيكه على فمها تطلع من القالب لامها. المفروض اني استنى لغايه لما تبرد علشان احط الصوص بتاعها، بس انا عشان كنت جعانه فحطيتها دلوقتي علشان انجز واخلص تصوير. بعد ما غرقتها كده بالصوص هحط عليها شويه من البرتقال زينه برضو يعني، وناخد كده حته روزميري من اللي احنا زارعينه برضو ونزينها بيها. وبعد ما اخلص الفيديو عادي هاخدها واحطها في تتبيله الفراخ، مش هيحصل حاجه يعني ولا كانه حصل حاجه. وطلعت القوالب التانية برضو وعملت فيهم نفس العمله اللي فاتت. شوفوا بقى حلوه وبيضه ازاي من جوه، وقشر البرتقال مش باين خالص، طريه طراوه، دي اطرى من المرتبه اللي انا بنام عليها. وطعمها بقى ولا يا ولا، انتوا بقى اللي هتحكوا لي عليها في التعليقات لما تجربوها. بعد كل ده ما تجربوهاش بعد تعبي ده كله. وطبعا بما اني ماليش في اكل الحلويات قوي، اخدت القالب الكبير فطرت بيه، ويلا بقى سلام علشان الحق المستطيل اتعشى بيه.